المشاهدين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار نوافيكم بها من الفضائية الإريترية، نستهلها كالمعتاد بأهم العناوين. فخامة الرئيس إسياس أفورقي يلتقي الرئيس المصري. بدء كليتي العلوم والآداب والتجارة والاقتصاد التعليم المنتظم. مشاركة شعبية فاعلة في التنمية بأعالي القاش. الكوريتان تعقدان محادثات عسكرية لنزع فتيل التوتر الحدودي. انتحاري يقتل 6 أشخاص في جنوب غرب باكستان. وقتلى في انهيارات أرضية بكاليفورنيا. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. التقى فخامة الرئيس إسياس أفورقي أمس في القاهرة بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وبحث اللقاء تطوير العلاقات الثنائية والدفع بالشراكة التعاونية في مختلف المجالات وتنفيذ المجالات التي تم التوصل إلى تفاهم بشأنها مسبقا وتفعيل اللجنة المشتركة، إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وتوصل الرئيسان إلى تفاهم للعمل المشترك في مجالات الطاقة والزراعة المروية والثروة السمكية، وبحثا بتوسع المجالات المؤدية للانتقال للنتائج الملموسة. كما توصل الرئيسان إلى تفاهم لتعزيز العمل المشترك إدراكا لأهمية تنسيق البلدين في المنتديات الإقليمية والدولية. حضر اللقاء من جانب إريتريا وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح، ومستشار الرئيس السيد يمانة جبر آب، والسيد أمين حسن من مكتب الرئيس، وسفير إريتريا في مصر السيد فاسيل جبر سلاسي، ومن الجانب المصري وزير الخارجية السيد سامح شكري، وعدد من كبار المسؤولين المصريين. وقد توجه الرئيس إسياس أفورقي صباح الثلاثاء 9 يناير إلى جمهورية مصر تلبية للدعوة الموجهة إليه من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حيث استقبله الرئيس عبد الفتاح السيسي في قصر الاتحادية بمدينة القاهرة بمراسم شرف رسمية. وسيقوم الرئيس إسياس أفورقي خلال زيارته لمصر التي تستغرق يومين بتفقد المشاريع التنموية. وتهدف علاقة التعاون المؤسسة على الاحترام المتبادل بين إريتريا ومصر للاستقرار والنماء المستدام، ارتكازا على الفهم المشترك البناء وواقع أوضاع المنطقة والعالم. بدأت كليتي العلوم الاجتماعية والآداب والتجارة والاقتصاد التعليم الأكاديمي المنتظم اليوم 10 يناير في عد قيح، بعد تأخير الدراسة لضمهما وإرساء البنية التحتية اللازمة والتجهيزات الأخرى. وقال عميد كلية العلوم الاجتماعية والآداب الدكتور ولدة سائت ولدي لوكالة الرينا إن الكلية ستقدم في العام الدراسي 2017 و2018 8 مواد تعليمية للبكالوريوس ومادتين للدبلوم ل 1747 طالب. وأشار عميد كلية التجارة والاقتصاد الدكتور ستيفانوس هيل مريم إلى أن الكلية التي كانت في حلحلين ل13 سنة مضت ورحلت حاليا إلى عد قيح ستقدم الدراسة في 5 مواد للبكالوريوس و4 للدبلوم ل 750 طالب. وأوضح مفوضية التعليم العالي أن القرار صدر قبل عامين لضم كلية التجارة والاقتصاد إلى كلية العلوم الاجتماعية والآداب، لكن تنفيذ القرار تأخر لأسباب مختلفة، وقد طبق حاليا لاكتمال التجهيزات اللازمة. أعلنت إدارة مديرية أعالي القاش عن المشاركة الشعبية الفاعلة والمنظمة في برامج التنمية. وذكر مدير المديرية السيد جدي ستيفانوس بأن جميع البرامج الموضوعة نفذت بالمشاركة الشعبية القوية، داعيا إدارة الضواحي لتنظيم السكان وتقوية المؤسسات العامة بالتنسيق. وأشار المدير التنفيذي للمديرية سيد جبر مدحن كداني إلى أن العام الماضي شهد تجميع قرى تكيزو وبرافيو والليبان في أنتوري وتحصل على الخدمات الجيدة. من جانبه أوضح مسؤول الخدمات الصحية السيد إيوب زرعي عن ارتفاع استخدام المؤسسات الصحية وارتفاع رعاية الأمومة والطفولة بنسبة 68% وتطور ملحوظ للتطعيم. ودعا الاجتماع إلى الاهتمام بالمدارس التي تدرس في الأكواخ والسيطرة على أسعار المواصلات البرية.
أعربت أسر الشهداء في مديرية طورونا عن ارتياحها لتقديم إعالة الشهداء في منطقتهم وتجنيبهم السفر للحصول عليه. وأوضحت أسر الشهداء بأنها كانت تضطر الذهاب إلى دك أمحرة لتلقي أموال الإعالة، وقد قامت وزارة العمل والرعاية الاجتماعية بحل المشكلة إدراكا لمعاناتهم. وقال مسؤول مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في طورونا سيد تخلة زايد أن الإعالة تقدم كل 3 أشهر إلى جانب الأموال التي تقدم من المواطنين المهتمين، مشيرا إلى أن الخيار الأمثل هو التوجه إلى مناطقهم لتقديم الإعالة، وضعا في الاعتبار التقدم في السن والمصاعب الأخرى. مشاهدينا الكرام، من الأنباء المحلية إلى الأنباء العالمية بعد هذا الفاصل. على الصعيد العالمي، قالت كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية في بيان مشترك إنهما اتفقتا على إجراء محادثات عسكرية بهدف تخفيف حدة التوترات الحدودية. كما قررت كوريا الشمالية إرسال وفد إلى دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2018 التي تقام في كوريا الجنوبية في فبراير المقبل حسب مسؤولين من الجنوب. وجاء الإعلان عن ذلك في الوقت الذي اجتمع فيه مسؤولون من الدولتين لإجراء أول محادثات رفيعة المستوى خلال أكثر من عامين. وقال مسؤولون من كوريا الجنوبية إن خطا ساخنا عسكريا بين الدولتين سيعاد تشغيله بعد وقفه لمدة عامين تقريبا. وتعقد المحادثات في قرية بامونغوم التي تعرف بقرية السلام في المنطقة منزوعة السلاح على الحدود بين البلدين. قتل 5 شرطيين ومدني وأصيب 16 آخرون في مدينة كويتا في جنوب غرب باكستان حين هاجم انتحاريون على دراجة نارية حافلة كان يستغلونها على ما أفادت الشرطة. ووقع الاعتداء قرب الجمعية التشريعية لإقليم بلوشستان كبرى مدن كويتا. وصرح المسؤول الكبير في الشرطة عبد الرزاق الشيمة لوكالة فرانس بريس بأن 5 رجال شرطة ومدني واحد لقوا حتفهم، وأصيب 16 آخرون حين هاجم انتحاري على دراجة نارية الحافلة. وتواجه الشرطة والجيش في باكستان المتمردين الإسلاميين والقوميين في بلوشستان الغنية بالموارد الطبيعية. وتراجع العنف بشكل كبير في السنوات الماضية بفضل مساعي السلطات إلى إحلال السلام والتنمية في الإقليم الفقير. قال قائد الشرطة مقاطعة سانتا باريرا إن 13 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في انهيارات أرضية في جنوب كاليفورنيا، وإن من المرجح أن يرتفع العدد وسط استمرار عمليات البحث تحت الأنقاض. وعدد الضحايا أكبر من عدد ضحايا الانهيار الأرضي الكبير الذي وقع في كاليفورنيا في 10 يناير 2005 وأودى بحياة 10 أشخاص بعد انهيار تل في بلدة لاكونشيستا التي تبعد أقل من 32 كيلومترا جنوب موقع الكارثة الجديدة. وقع زلزال عنيف بقوة 7.6 درجات في البحر الكاريبي قبالة سواحل هندوراس بحسب ما أعلن المعهد الأمريكي للرصد الجيولوجي، في حين أصدر مركز الإنذار المبكر من السونامي تحذيرا في خطر حصول أمواج مد عالي الخطورة. وقال المعهد الأمريكي إن الزلزال الذي لم يتضح في الحال ما إذا كان قد أوقع ضحايا أو أضرار، مشيرا إلى أنه حدد مركز الزلزال على عمق 10 كيلومترات. وأضاف أن الإنذار الذي أصدره يعني أن هناك خطرا بحصول أمواج مد عالية في كوبا والمكسيك وهندوراس، وتحذيرات تطال بورتوريكو والجزر العذراء، مما يعني أن الخطر الذي يتهدد هذه الجزر هو أدنى من ذلك الذي يتهدد الدول الثلاث. نهاية النشرة مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على حسن المتابعة، تحية لكم أينما كنتم، وقتا ممتعا نتمناه لكم مع بقية برامجنا.